السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى مازا وإبراهيم حنيفي يكشفون عن قائمة منتخب الجزائر المختصة بكأس الأمم الإفريقية والتي تضم 27 لاعب. مفاجآت بالجملة في القائمة التي ذكرها الإعلاميين سنشاهدها في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. تحدث الإعلاميين مصطفى مازا وإبراهيم حنيفي عن قائمة منتخب الجزائر والتي ستضم 27 لاعبا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، وتوقعوها معا في الاستوديو التحليلي، حينما قالوا بالنص أن يوسف البلايلي سيكون موجود بالرقم 8 في هذه القائمة، وسفيان فيغولي الرقم 10 في القائمة، وإسلام سليماني رقم 13 في القائمة، وإسلام سليماني رقم 13 في القائمة، وبغداد بنجاح رقم 9 في القائمة. سيكون في حراسة المرمى مصطفى زغبة، أنتوني مندريا، رايس مبولحي التي ستكون آخر بطولة له مع منتخب الجزائر. أما في خط الدفاع فعندنا يوسف عطال الذي سيشارك رغما عن المحكمة الفرنسية، ورامي بن سبعين، وريان أيت نوري، وكمان عيسى مندي، ومحمد الأمين توغاي، وإسماعيل بن ناصر، ورامي الزروقي، وآدم زرقان، وحسام عوار. طبعا حسام عوار من الممكن ألا يلحق أول مباراتين بسبب تعافيه الجديد من الإصابة. إسماعيل بن ناصر سيشارك في مباريات منتخب الجزائر رغم عودته الجديدة من الإصابة، وأيضا رياض محرز سيكون حاضر في القائمة طبعا، ومحمد الأمين عمورة، وكمان سعيد بالرحمة، وأمين جويري، وبدر الدين بعناني، وفارس شعيبي، وهشام بوداوي سيكون متواجد في القائمة، وياسر العروسي أيضا سيكون متواجد في القائمة، وكمان توبة أحمد توبة. شاركنا رأيك أخي الكريم في الكومنتات في هذه القائمة المتوقعة لمنتخب الجزائر. لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.